السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ بصوا بقى النهارده نعمل شوية فول بس جامدين جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا كهرمان كهرمان والله العظيم. وايه، بصوا بقى زبدة ونظافة مفيش بعد كده. يعني احنا بنبعت نجيب كيس الفول ب5 جنيه مفهوش معلقتين تلاتة، ما بيعملش اي حاجة حقيقي يعني، ونصه مية وحاجة كده غريبة يعني. قلت لا بقى، احنا بقى طب ما احنا نعمله في البيت، ما احنا عندنا الدماسة ونجيب الفول ونعمله، ايه المشكلة يعني؟ وبصوا شكله وبصوا نظافته وجماله. حقيقي والله العظيم انا لسه فطرانة منه، طعمه خطير خطير خطير. بجد لازم تجربوه، ما تشتروش فول من بره، يعني حاجة تانية غير اللي بنجيبه من بره، اللي مش عارفين ايد مين محطوطة فيه ولا معمول ازاي ولا محطوط عليه ايه. بجد هيعجبكم قوي. احنا ممكن نعمل ايه، نص كيلو بنص كيلو. ممكن انا في اوقات بعمل الكيلو على بعضه وبحطه في اكياس وبشيله في الفريزر، وقت ما انا عايزه بطلع كيس ما بيكملش حاجه وبيفك بسهوله جدا. انا المره دي هعمل نص كيلو. عندي الدماسه هنقعه فيها من بالليل، والصبح هبدا اسويه، علشان لو في اي غازات في اي حاجه تخرج منه، علشان لما ناكله ما يتعبش معدتنا. انا حطيته فيها اهو وبغلي له ميه في الكاتل. عندنا جزرايه مبشوره وعندنا عصير ليمونه هنحطه عليه عقبال الكاتل ما يغلي، لان لازم طبعا نحط عليه ميه مغليه، ما ينفعش نحط عليه ميه من الحنفيه كده على طول يعني. ادي عصير الليمونه، هي عصير ليمونه واحده وجزرايه واحده على النص كيلو، ومعلقه كركم، هي بتديله بقى اللون الجميل ده مع الجزر. بيبقى لونه تحفه يعني. ادي الميه المغليه، وهنعمل ايه، هنرفعه بقى على العين الصغيره، هنسيبه ياخد بس غلوه الاول. وهنجيب معانا بقى كمان حاجة مهمة قوي بقى، معلقتين بالظبط عدس اصفر، وكوباية فول مدشوش، اللي هو الفول اللي هو المفكوك من بعضه دوت، مش عليه القشرة. هنحطه لان الفول ده هو اللي بيدي الصوص التقل بتاعه. الفول ده بيتهري معانا خالص، وهو اللي بيدي التقل بتاع الصوص اهو عندنا. احنا حطيناه على النار، وهنسيبه بقى ايه، هنسيبه يغلي. مش هنحط الشياطة دلوقتي، لما ياخد غلوة بس كده الاول. بعد كده نوطي عليه خالص على اوطى حاجة عندنا، ونحط الشياطة. هو كده ايه، هو كده غلي. انا هحط له كمان حاجه، ايه حاجه كمان، هحط له معلقه بابريكا، هتقلب بقى اللون بتاعنا لمحمر سيكه كده. او بصوا انا هنا كده حطيت معلقه البابريكا، بصوا قلبت اللون لمحمر سيكه كده زي اللي احنا بنجيبه من بره، يعني خلت اللون اجمل الصراحه. لو مش عايزينه وعايزينه لونه كهرمان اصفر كده زي ما انتوا كنتوا شايفين في الاول، عادي مش هنحطها مفيش مشكله، او لو مش عندنا برضو عادي مفيش مشكله. بصوا انا كده بالنسبه لي استوى. انتوا بالنسبه لكم بقى كل واحد، لو انت عايزه بتحب الفول سليم تمام، بتحبيه مهروس كده شويه زي ما انا وصلته كده تمام. درجه السوى دي زي ما انت عايزه اللي انت عايزاه. بصوا انا طبعا مش قادره امسكه في ايدي، لان انا لسه مخرجاه من الدماسه. بس بصوا هو على فكره بسهوله جدا، هو يعني بقى زبده زبده خالص حقيقي يعني. لازم تجربوه بجد، هيعجبكم جدا جدا جدا. وما تشتروش بقى فول من بره تاني بجد، خلاص كده كفاية يعني. احنا نحطه في اكياس، نحطه في الفريزر، وقت ما احنا عايزين الولاد عايزين يطلعوا الكيس اللي هم عايزينه، في 5 دقايق بتلاقيه فك معاكي وتعمليه. وبألف هنا والشفا يا رب. جربوه وقولوا لي رأيكم فيه ايه.